ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. فن شعر مربعات الواو واللي له مريدين عديدين وله كمان مواهب وإبداعات بتسري في عروق أبناء الصعيد. على رأس هؤلاء المبدعين الشاعر الكبير عبد الستار سليم، وأيضا هناك من الشعراء العديدين اللي اهتموا ان هم يكونوا على نفس المنوال والموال وشعر الواو. وكانت هذه الأبيات الشعرية لمؤسس هذه المدرسة الشعرية ومنشئها ابن عروس. ولكن معانا النهارده مشاهدينا في الاستوديو، استوديو بالريشة والقلم، أحد مريدي هذه المدرسة الشعرية وأحد شعرائها الشاعر الصعيدي الأصل الشاعر الأستاذ حجازي يونس. أهلا بيك معانا، منورنا. وأهلا بالسادة المشاهدين. شعر الواو، ربنا يخليك يا فندم. مربعات شعر الواو وليها خصوصية شديدة جدا، وبدأت منذ قديم الزمان على إيد ابن عروس. نعرف هذه البدايات وإزاي حضراتكم كأبناء للصعيد تأثرتم بهذه المدرسة الشعرية. نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابن عروس اسمه الأصل يعني محمد ابن عروس. وشعر الواو ده اسمه جولة، يعني فلان ده قال جولة. الجولة ويقال قوال. وقال هو مش شاعر، هو أصلا قوال. شعر شفاهي لا يكتب. يعني يحفظ. يعني كان الواحد مثلا بيقول يعني زي عندنا في قرية البعيرات غرب الأقصر مباشرة أيام المماليك. أيوة. أو ثورة المماليك. أيوة. فكان لما كانوا وصلوا للصعيد وعشان يقوموا بثورتهم. نعم. على الحكام والولاء اللي كانوا من قبل الدولة العثمانية. نعم بالضبط. فكان هناك حاجة كده، يعني فن الواو ده كان بيقام يعني مثلا ايه بيبت الأهل الناحية نفسيها، يعني أهل الناحية ما حدش كان بيفهمه. كان فن فيه تورية؟ في تورية وكلام غير مباشر. كانوا أيوة. طبعا بيخافوا ايه من بطش المماليك. فمحمد ابن عروس ولد سنة 1780 بالظبط كده. يعني الشعر ده كان موجه ضد المماليك، ضد مش المماليك. فكانوا بيخافوا طبعا من بطش المماليك. فكانوا طبعا بيقولوا كلامها زي ولا بد من يوم معلوم. أيوة. تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. أيوة. فبرضه كان ليه وزن معين، يعني عدة من الفنون وزن على الفنون الشعرية الخليلية. فعلى يعني على وزن البحر المجتث. يعني فاعلن فاعلتن. فله بحر معين. وأربع أبيات عشان كده مربع، 4 و4 و4 وهكذا. بالظبط، هو مربع. في برضه في الجناس التام. أيوه. وفي الجناس اللي هو غير التام. غير التام، أيوه. فكان طبعا بيتكلم عن في المربع الأبيض وفي الأخضر. ادينا أمثلة بقى. وفي الأحمر. من كتاباتك حتى في نعرف مثلا منك ازاي يعني المربع أبيض وازاي أخضر وازاي أحمر. في مثلا الأبيض ده اللي بيتكلم في مديح سيدنا النبي، يعني زي ما بقول أول مبدأ وصلي يلي نورك وصلني، يلي نورك وصلني حتى لما كنت عايب، يوم الصراط وصلني أمنتك أنا والحبايب. الله. ده مربع أبيض. طب ليه أبيض؟ مش أخضر ولا أحمر؟ أبيض عشان في تفاؤل. يعني على حسب المحتوى نفسه، المعنى يعني. نعم. أما الأخضر ده بيتكلم عن الطبيعة. الله. زي الموال مثلا فيه الأخضر، فيه الأحمر، فيه السداسي، فيه البغدادي، فيه المرصع. في برضو الشعر اللي كان بيقولوا الشاعر الكبير طبعا عبد الرحمن الأبنود الله يرحمه. طبعا. فكان بيقول برضو شعر المحكة اللي هو كان بيحكي مثلا قصة، يشوف قصة كده يعني زي الحكي اللي كان على الربابة مثلا وهكذا زمان. نعم. في السيرة الهلالية وهكذا. السيرة الهلالية ومحكاه. فهو بس الشاعر الكبير ما كانش فاضي طبعا ايه من كتابات الشعر الغنائي. ما كتبش الواو. فهو الواو طبعا صعب.
هو مش صعب عنه طبعا، بس هو كان شاقق طريق تاني. أيوة. هو كتب مربعات. هو الواو يقال عليه مربع. أيوة. بس مش ممكن المربع يقال عليه واو. ليس كل مربع هو فن الواو، ولكن كل ما هو فن الواو هو مربع. بالظبط. نعم. فالمربع فيه الأخضر مثلا. بقول إيه؟ ورينا الخضار بقى الجميل كده، ده وإبداع بيتكلم الطبيعة عن بقى. الطبيعة مثلا. أيوة. يا بنا يلي بتبني الخيط، عصفور الغيط حواليك غنى، وبجوزن بناك بالخيط عشان البيت يطلع جنة. والله كنت هقول جنة والله. ويا نشوة الصبح الجميل على شط البحر الشراقي. يا نشوة الصبح الجميل وعلى شط البحر الشراقي. والقمر وياه جميل. سبحان الله على التلاقي. سبحان الله على التلاقي. نعم. الله. ففي مثلا ده المربع الأخضر. والحر في ذي جارتنا وياك للزين تعادي. والحر في ذي جارتنا وياك للزين تعادي، وابعد عن صاحب بطنه يسوق بيها عليك لعادي. ده أحمر بقى ولا إيه؟ ده بيتكلم عن الخيانة بقى. فده عشان ضد الأعادي، فطبعا يبقى مربع أحمر. نعم. على الخسيس الوتادة يا ابن الناس غير فرد صلبة ما تدقش. الوتادة يا ابن الناس غير فرد صلبة ما تدقش، ومهما كنت إنسان حساس على الخسيس ما تدقش. يعني ما تتأملش في أفعال الخسيس. ده إيه، مربع أصفر ده ولا إيه؟ يعني مش طايل أحمر ولا أحمر برضه؟ أحمر برضه. في أخضر مثلا بقول إيه، كلها دي كتاباتك بقى طبعا. نعم. أنا عامل 4 كتب حضرتك اهو. في الكتاب الرابع كلها شعر الواو ولا دواوين أخرى؟ اللي هو صفصافة مثلا. مربعات كلها؟ إيه؟ نعم. برتقالتين بصرة، ده للجماعة أولاد إياهم يعني. برتقالتين بصرة والكل راكز محلة، عليهم منديل بصرة ويا حصرة من شاف محلة. حل بقى. حل انت صحيح، حلها لنا دي. يا قلبي روح جوابات. يا قلبي روح جوابات. ممكن اقول جوه، بس احنا اللهجه بتاعتنا ما هو فن. أيوه. عشان حضرتك بتقولي بتكسر او لا ده في الفصحى ممكن لازم تبقى حريص على فعلا الاعراب وهكذا، ولكن في العاميه اللي حضرتك طبعا بتنطلق بيها وباللكنه الصعيديه، فطبعا زي في المحكمه الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي كان بيقول مثلا في اسماعيل مش أيوة. اسماعيل صحيح. ممكن نقول ممدوح مش أيوة. ولست ممدوح. ده حقيقي. ده في الايه هو بيتكلم عن اللهجه نفسها. اللغات كلها الحقيقه منذ بدايتها كانت بتاخد من بعض وبتنقل بس الحروف لسهوله النطق في منطقه عن اخرى، فبيستسهلوا مثلا نطق حرف عن غيره، فعشان كده بنلاقي كلمات كتير بيكون فيها تحولات لحروف عده يعني. بالظبط. هو في تداخل حروف بيساعد مع الجناس التام. صحيح. وفي جناس تام برضو بنفس المعنى ونفس الكلمة مثلا. أيوة. بقول ايه مثلا، خليك في خط سيري. أيوة. خليك في خط سيري وكل جنيه ياجي القفة. ليه هو اياك ما فيش غيري، الواقع من قعر القفة. ايوه. في القفة اللي هي القفة. وفي القفة يعني القف او ايوه القفها يعني يدك في يعني يا بقول لصديقي ده انت دايما يدك في جيبي بتستغلني يعني. يعني انا عشان غلبان وطيب يعني تستغلني مثلا. يبقى ده شعر ايه بقى؟ مش ابيض خالص ده؟ لا ده احمر بقى. احمر برضه. زي ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، وابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. زي ما بقول ايه، يلي بترحي الرحى من فرن تدخلنا جمير، وقلوبنا عيش متجرحه. ده في العيش الشمس احنا بنجرح بالابره. ايوه. يلي بترحي الرحى من فرن تدخلنا جمير، وقلوبنا عيش متجرحه لما جمرتينا جمير. جمرتينا جمير يعني سوتونا من الاخر يعني. بالظبط صحيح. يا اللي انت بترحي الراحه. يا قصاب الخراف قصب.
يا قصاب الخراف قصب وانت للدم مصاص، كي هم أصحاب القصب كي هم أصحاب القصب يرعوا في كولة مصاص. كلها طبعا يعني تجارب حياتية من طبيعة الحياة في الصعيد، من الطبيعة نفسها. صحيح. وحضرتك يا أستاذ حجازي كنت يعني من مريدي أي من الشعراء في هذه المدرسة الشعرية؟ والله الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي طبعا، فهو أثر فينا طبعا جامد عشان اللهجة طبعا هو طبعا. من أهل الناحية. فكان برضو يعني عبد الستار سليم ده أثر فيا في الواو طبعا. وهو بالأساس يعني من نجع حمادي بمحافظة قنا، وهو من أشهر يعني شعراء هذه المدرسة في العصر الحديث والمعاصر كمان. عم عبد الستار سليم ربنا يديله الصحة وطولة العمر، هو مدرس إنجليزي أساسا، يا مش عربي يعني؟ حاجة و80 سنة، مش صغير يعني. لا ما يعني لحن له كبار الملحنين، لحن له محمد الموجي وعبد العظيم عويضة وإبراهيم رجب، وغنى له التلباني طبعا عبد اللطيف التلباني، وغنى له كمان محمد حمام المغني السويسي وعلياء التونسية. لا هو لنا أن نفتخر يعني الحقيقة. نعم لكم أن تفتخروا أبناء الصعيد ونفتخر جميعا يعني أبناء مصر. والله احنا بنفتخر بحضراتكم انتم أولا. فالفن الواو ده طبعا أول ما سمع في القاهرة، فما ينفعش طبعا. هو يعني في شعراء محنكين في القاهرة، بس هو بيبت للطبيعة نفسها. صحيح. لازم يكون شارب من الطبيعة. صحيح. مثلا بقول زي يعني احنا أصحاب القصب ترموا علينا المصاص، يعني القصب ده بتاعي تشتريه مني ب100 جنيه وترمي عليا المصاص كده يعني. فزي عبد الصمد ينفع بعد كده تتحول مثلا أمثال شعبية، أو ممكن تاخده حتى من الأمثال الشعبية؟ ما هو أمثال شعبية أصلا. الواو من ابن عروس، زي لقيتك ما التقيتك والطبع فيك غالب ومش عايزك. أيوة صحيح. في برضه الفن اللي هو اسمه إيه، الدوبيت ده اللي هو دخل بيه شاعر كبير فارسي مصر. فالدوبيت ده برضه اللي هو على وزن فارسي، فيشبه للواو برضه. بس فسره لنا شويه الدوبيت ده ايه؟ الدوبيت ده فيه الكانكان، خرج منه الكانكان، والعدوده اللي هو بتقول الحريم لما بتقعد في الجنايز اللي بيعددوا تقعد تعدد دي بتقول مربع شعبي اصلا اتعمل فيه يعني ابحاث كثيره مربع. هي يعني مش بتكتب ولا كشاعره ولا كده، جواله في المكان بتقعد. اسمها العدوده اللي بتعدد. ده واو العدوده بقى. اسمه واو العدوده. في برضه واو اسمه. نوضح للاجيال الجديده ممكن ما يبقوش عارفين يعني ايه بتعدد. ست بتعدد يعني بتعد الاوجاع ورا بعضيها يعني. فبتقول بس اشهر ملمح ليها ايه في الجنازات؟ صحيح. بتقول على بتولول، نقول عليها بالبلدي كده بتولول. صحيح، بيقولوا عليها بتولول. صح. زي مثلا الغلبان، صبحت من الغلبان مدووش من بطل في نفوسنا ظلومه، ده إذا كان معاه ولا ما معوش زعلان وعامل له زلومه. يعني في برضه في الواو خفه دم وكده بتتقال ده هي كلها خفه دم اصلا. فالواو هو يعني اغلبه خفه دم. ودي الطبيعه يمكن في الشخصيه المصريه بعراقتها، ان هي تقدر تعبر عن كل مكنوناتها بهذا الاسلوب كمان الساخر اللي يقدر يطلع المكبوت من المظالم، وفي نفس الوقت ياخدوا حقهم بالكلام. بالظبط. يعني ما ياخدوا حقهم بقوة القانون يعني. بالظبط. في الوصاية بقول ايه، عالم دمس الصمت، اياك على نفسك تروح، يعني ما تفضفضش. يعني حتى الله يرحمها كانت بتقول لي بالك. ايوه صح، ما تفوقش على نفسك. روح في مكان بعيد، ابكي، اعمل اي حاجه، بس ما تفوقش على نفسك. وما تطلعوش في وش الناس يعني كمان. عالم دمس الصمت، اياك على نفسك تروح، وان تقعد الزم الصمت حتى تقوم تروح. يعني ومن هنا بقى طلع المكنون والكنوز دي الابداعيه والشعريه والادبيه. نعم. لان غير مسموح انك تطلعها غضب في الاخرين، يعني غير لائق، فتطلعها ادبيا، تطلعها شعريا. زي المربع اللي قلته ده ما فيهاش اي حاجه، ده حرص من باب الحرص، مش بشتم حد. مثلا في تداخل الحروف، مثلا في مربع ابيض بقول لحضرتك يا اللي انت ملاك من السماء،
الله يخليك يا رب. يا اللي انت ملاك من السما، من السما والقلب بلسم ونسمة، دي جات لروحي من السما وتنسي من شافها اسمه. ده انت حببتنا في شعر الواو ربنا والمربعات كل. فبقول ايه يا اللي انت ملاك من السما، من السما. ايوه من السما. ممكن اقول من السما على حسب المربع نفسه. صحيح. ما ممكن اقول من السما على طول. ايوه، انما عشان بعد كده من عشان السما، فانت قلت من السما. نعم. مش من السما. يا اللي انت ملاك من السما والقلب بلسم ونسمه، دي جات لروحي من السما. من السما يعني. ايوه. من وتنسي من شافها اسمه. الله. آه. ما تغنتش اغنيات من شعرك يا استاذ حجازي؟ والله في الاستاذ محمد الشيخ غنى لي اغنيه على النيل الثقافيه، يعني كانت. الله. محمد الشيخ ده برضه مغني مشهور من اسوان. ويعني حضراتكم كأبناء الأقصر وأسوان وقنا بتكونوا متحمسين جدا لبعض، ويعني مستشعرين جمال شعر الواو أكتر مننا شوية. يعني احنا محتاجين نسمعكم أكتر في شعر الواو، ولو إنه لما بيتغنى أعتقد بيوصل للقلوب على طول، يعني مش محتاج إن هو نفضل نسمع له كتير عشان نتذوقه، يعني على طول ممكن نتذوقه الحقيقة يعني. فالمفروض في بس من أبناء الصعيد، بحيث يبقى في أغنيات غير حتى اللي مشهورة دلوقتي وبنسمعها سواء في تترات مسلسلات أو غيره. والله هو أغنية مربع الواو أغنية قوية طبعا ملهاش حل. فبس مربع الواو بيتكتب التتر تحت بعضيه كده بيترص. أيوة. اسمه رصاص. مثلا المرحوم عبد الرحمن الأبنودي كان بيكتبوا على ايه هيئة مربعات، يعني مثلا أيوة. زي أخذ أغنية من عروس ولا بد من يوم معلوم. أيوة. تترد فيه المظالم، فالشاعر الأبنودي قال أيوة. برضه اعترف إنها دي من التراث وكمل عليها يعني. فبقول ايه بحر عيونك في شطة يا ابو الخدود رماني، ده القلب مولع شطة ساعة ما سهمك رماني. ده ابيض ولا احمر كده؟ ده ابيض. احمر ليه بقى؟ ما هو في سهم ورماني ما تقول لي فين غلطك، ما تقول لي فين غلطك يا قلب يا مام نحلي، ملعون ابوه اللي قلطك ما يكونش عسل نحلي. يا الله. كده المربعات بتكون. في برضو في كان علي النابي ده من ابناء قفط، كان ايه يرأس الزراعة من دشنا لإسنا، ما هو فن الواو من هنا لهنا. فراح عند بيت حبيبته بقى ولابس طربوش كده وقفطان. راح من دشنا لإسنا؟ من ابو تشت لإسنا طبعا فن الواو، او من سوهاج لإسنا كده يعني. فكان يرأس الزراعة من دشنا من ابو تشت لإسنا. فراح لقى قله، هو خايف يدخل. أيوة. او يخبط. أيوة. فراح مسك القله بص فيها وشرب. ده الغريبه انه واحد قاعد وراه كتب المربع ده. شرب قال قط طريقه بقى. خايف اقول له يقول له، والقلب مرعوب وخايف، امانه قولي له يقول له حين تورد على الشفايف. يعني لما هنا برضه هي تيجي تشرب بيقول لها. بالظبط. الله. هي مرسال ما بينهم الأولى. زي عم عبد الستار سليم قال مربع احمر، الدنيا ما تسوى قنديل، الدنيا ما تسوى قنديل ولا تسوى انك تطاطي، ما يقندل العيشه قنديل غير ماشيه ابو اصل واطي. يا هي حكم كمان على فكره، كنوز كمان في هويتنا المصريه الحقيقه. هو المربع ده مختص بنفسه. يعني كل مربع قائم بذاته. بالظبط. يعني أيوة. ما تقوليش ايه في تاني وراه. هو اللي بيسمعه ده بيقعد يفكر وكده له دلالات كثيره. صحيح. وفي المقفول وفي المفتوح، في زوج ناس تام، في كده يعني. مدينه الشمس، مدينه النور، الأقصر أثرت فيك ازاي؟ أثرت فيا من ناحية نهر النيل طبعا ملفوف كده، يعني عامل زي العقد كده، وقريتنا الجميلة من جواه، وقرية البعيرات، ومن ورانا معبد هاب ووادي الملكات كده، يعني فيها كل حاجة، فيها المحراس كم القصور والمعابد، وعشان كده هي اتسمت الأقصر. أثرت فيك ازاي؟
نعم، القصور دي يعني موضوع ده لما العرب طبعا فتحوا مصر سنة 642 فلقوا فيها ايه؟ القصور قصور والمعابد كتير فسموها الأقصر. بالظبط الأقصر يعني في أيوه، أطلق عليها الأقصر. أطلق عليها طيبة. لا بس حضرتك بقى اتأثرت بالكم الإبداع الحضاري ده ازاي؟ هو أنا حضرتك يعني تأثرت بالطبيعة طبعا، يعني كنت صغير خالص طفل، يعني مثلا أبص من بيتنا يعني قبل المباني وكده أشوف نهر النيل مثلا، وفي مركب والجلد والفلوكة دي وكده، فكنت يعني كان بيبقى في شوق ايه ده اللي معدي او ايه يعني كده حاجه ماشيه كده وسط النخيل تختفي وتبتدي تظهر تاني كده يعني. فابتديت ايه اكون فكره. زائد في ست برضو مره كنت ماشي اثرت فيا، فشفتها يعني انها بتتلبد مني وخايفه من العيال بيعملوا عليها عفاريت وكده. كانت الدنيا برد طبعا الساعه 3 الفجر. فأنا كنت ياما بذاكر يعني ورايح أجيب حاجة من بره وراجع. فبكلمها فخافت مني، يعني جرستني من جوه بصراحة خوفها وكده. قلت لها ما تخافيش ما تخافيش في إيه؟ بتقول لي أصل أنا كذا 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 وما معاش بطانية جبنا يعني عملنا ولميت الشباب وكده بره. طب ده ولد عندك يعني طاقة شعرية وتعبيرية؟ ده انا كتبت برضه ودموع بتنزل، بس مش قاصد اكتب شعر وما اعرفش ان اصلا كان في الوقت ده في شعر اسمه عامية. يعني أعرف إن الشعر ده حاجة صعبة وحاجة بعيدة خالص ولازم عامية ولازم وعي. بالفطرة بس كده أنا بالفطرة كده قعدت أكتب بدموعي كده مش بالقلم. وبقدرتك التعبيرية العفوية والتلقائية. بالظبط. فطلعت كل هذه الإبداعات الشعرية. فلقيت كل اللي بيقرأ الرسالة دي مش شعر برضه يقول لي ده شعر ده شعر ويتأثر وكذا مثلا. ففي مثلا في شعر المعكفة، فأمي ما كنتش بقدر أزورها أصلا، يعني أنا الناس الكبيرة دي بحبها جدا، يعني شفت فيها أمي. أي حد غلبان برضو بشوف فيه أبوي كده يعني. في الشارع بتأثر ممكن أوقف أو أبص له مش قادر أعمل اللي أنا أقدر عليه، بس بمشي زعلان يعني مش من الآخر بسبب المشاعر دي مش عايش حياتي. لا بس يعني المشاعر دي انت عبرت عنها في هذا الكم من الدواوين، وتكون معانا دايما وفي عديد من الحلقات ونستعرض يعني كثير من ابياتك الشعريه والمربعات وشعر الواو. اسعدتنا الحقيقه بوجودك معانا النهارده الشاعر القدير الاستاذ حجازي يونس، ودايما منورنا. ده شرف لي بالريشه والقلم. شكرا ليك. شكرا كل الاحترام والتقدير. ومشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم. دي كانت حلقتنا النهارده في بالريشه والقلم. نتمنى كل فقراتها تكون نالت اعجاب حضراتكم. منتظرين حضراتكم في حلقات عديده، وغدا فريق اخر وحلقه جديده على شاشه قناه القاهره. أنا القاهرة بنت الأصالة، بلد المئذنة وصوت النور، ترنيمة الروح وجرس المحبة، تاريخ محفور ينير قلب أفريقيا. أنا عبق الماضي وجمال الحاضر وحلم